السلام عليكم. النهارده هتستؤنف مباراة الدوري العام المصري بمباراتين. أول مباراة زد والإسماعيلي والأهلي والمصري. مباراتين طبعا هيكونوا يعني برضو نتكلم عن مباراة. زد والإسماعيلي فريق أول مرة هنشوفه النهارده. آه، من داعم نفسه بلعيبة كويسة جدا. لعيبة لعيبة من معروفة يعني من الدوري الممتاز، ودفع فلوس كتير يعني صارف يعني على الفريق بتاعه. اما الاسماعيلي فريق كبير، بس يا ترى النهارده هيثبت قدامنا او هيثبت كده ولا لا؟ الاسماعيلي موقوف من قيد اللعيبه، ما جابش لعيبه. هيلعب بالفريق الشباب مع اللعيبه القديمه بتاعت السنه اللي فاتت. آه، فماتش هيبقى صعب مش سهل للفرقتين. خلاص، والأحسن في الملعب هو اللي هيكسب. المباراة الساعة 4. أما المباراة الثانية مباراة الأهلي والمصري. الأهلي طبعا زي ما انتم عارفين، يعني مش أنا اللي هتكلم عنه، نادي كبير من أكبر الأندية في مصر. الأهلي طبيعي إنه بيكسب، وطبيعي إنه يعني كل ماتش جمهوره يعني 90% لازم الأهلي يكسب. بس النهاردة أول الموسم والأهلي طلع من خسارة في كأس السوبر. هل الخسارة دي هتأثر في اللعيبة النهاردة، ولا اللعيبة هتنزل الملعب عايزة تعوض الخسارة اللي فاتت وإنها تفرح جمهورها قدام نادي مش سهل وداعم برضه بلعيبة جامدة، لعيبة قوية، اللي هو النادي المصري كل سنة صراحة يعني بيجيب لعيبة كويسة جدا وبيصرف على النادي. الرئيس بتاعه، رئيس النادي كامل أبو علي، عامل مجهود كبير جدا مع النادي. ومعاهم فخر الدين بن يوسف، كان مهاجم يعني لعيب كبير، لعيب دولي، وشفناه في الإسماعيلي، يعني كان هداف الإسماعيلي، والإسماعيلي خسره بعد ما مشي. وكان بيلعب في بيراميدز برضه، فلعيب قوي وفعال على الجول. طيب، المصري جمهور بورسعيد مستني كتير من المصري السنة دي، يعني مش كل سنة. المصري يعني من كام سنة، من 3 سنين مثلا أو من سنتين، المصري كان بيفنش رابع، يعني أول 4 فرق. ولكن السنين اللي فاتت المصري فشل إنه يعمل كده. وهو السنة اللي فاتت نهى الدوري في مركز كويس، أنا ما قلتش حاجة. بس السنة دي كمان الجماهير المصري طامع في أكتر من اللعيبة، عايز أكتر من اللعيبة. فمباراة تبقى صعبة للفرقتين، للأهلي وللمصري. خلاص، توقعاتي للماتشين النهاردة زد والإسماعيلي. آه، هي توقعات وتمنيات في نفس الوقت. ان شاء الله الاسماعيلي يكسب 1-0 يا 2-0. تمام ان شاء الله يعني.
والماتش التاني المصري او الاهلي والمصري ان شاء الله. يعني الماتش هيبقى كويس وهيبقى، بس انا اتوقع الاهلي، اتوقع الاهلي يكسب عشان يعوض يعني المباراة اللي فاتت اللي خسرها في ماتش السوبر الافريقي. تمام. وان شاء الله السنة دي الدوري هيبقى قوي ان شاء الله، وهنتابع معاكم المباريات اول باول، واستنوني دايما. وشكرا ليكم. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واشتركوا في القناة، واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. شكرا لكم.